الحمد لله رب العالمين. خلق الإنسان وعلمه البيان، وجعل اللغة دليلا على ما في القلب فينطقه اللسان، وأنزل القرآن بلسان عربي مبين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله، أرسله ربه بلسان قومه رحمة للعالمين وحجة على الناس أجمعين. فاللهم صل وسلم على خير من قال ومن علم، وأحينا اللهم على سنته، وأمتنا على ملته، واحشرنا في زمرته، وارزقنا معيته. فمن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. أما بعد، إخوة الإيمان والإسلام، يا أحباب حبيب الله ورسوله ومصطفاه، فإني أوصيكم بداية ونفسي بتقوى الله تعالى حق التقوى، فاتقوا الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إخوة الإيمان والإسلام، يحتفل العالم في كل سنة في يوم 18 من شهر ديسمبر، يعني بالأمس، احتفلوا باليوم العالمي للغة العربية، وذلك بمناسبة إدخال اللغة العربية كلغة في الأمم المتحدة، لغة أساسية للخطاب إلى جانب اللغات الأخرى. والحق إخوة الإيمان والإسلام أن أول من احتفى واحتفل باللغة العربية، إن صح هذا القول وهذا التعبير بهذا اللسان العربي، هو الله سبحانه وتعالى جعل لغة القرآن أشرف لغة يختارها لأشرف كتاب، لينزل بها أشرف الملائكة على أشرف البشر محمد صلى الله عليه وسلم في أشرف مكان وهو مكة، وفي أشرف شهر وهو رمضان، ليجتمع الشرف كله. نعم، فقد اختار الله أشرف لغة لأشرف كتاب لينزل على أشرف نبي بواسطة أشرف ملك في أشرف مكان وأشرف شهر، لينال كل من قرأ القرآن باللسان العربي المبين الشرف. فاللهم شرفنا بالقرآن، واللهم أكرمنا بكرامة القرآن، واللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا رب العالمين. إخوة الإيمان، اللسان العربي شعار الإسلام، شعار أهل الإسلام، مفتاح التفقه في الدين وأداة العلم ووعاء الإسلام. إنه لغة الوحي، اللسان العربي لغة الوحي المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون.
اللغة العربية أداة لفهم النص الشرعي، فإذا لم يعرف اللغة من يريد أن يتناول النص الشرعي من قرآن أو سنة، فالقرآن بلغة العرب والسنة بلغة العرب، ورسولنا ما كان ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، كلامه وحي يوحى. فاللغة العربية أداة لفهم النص الشرعي، فإذا لم يعرف من يخوض في القرآن والسنة لسان العرب ولغتهم فإنه يصدق عليه قوله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. حديث رواه البخاري ومسلم وأبو يعلى والبزار عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، وعن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عن الجميع. نعم، فلا يخوض في القرآن ولا يتكلم في القرآن إلا من امتلك أداة الفهم وآلة العلم، وأول آلات الفهم اللغة العربية. ولذلك كان قبل تعلمنا للقرآن نجلس فنأخذ ألف فتحة آ با كسرى بي تا ضمة تو لنتعلم كيف نقرأ، وكان هذا هو أول ما يتعلم لمن يريد أن يتعلم القرآن. وتبرز أيضا أهمية اللغة العربية في أنها لا تصح بدونها العبادات، فلا يمكن لك أن تصلي دون أن تعلم المقدار الذي تؤدي به الصلاة من اللغة العربية، فأنت تصلي وتقرأ الفاتحة باللغة العربية. معنا في المسجد اليوم من سيعلن إسلامه إن شاء الله تعالى، فسنقول له أن أول ما ينبغي أن يتعلمه ما يصلي به وما يقصد به وجه ربه. لا بد وأن يتعلم الفاتحة، لا بد وأن يتعلم التشهد، وهذا لا يكون إلا بتعلم اللغة العربية أو المقدار الذي يسره الله. والله يسر القرآن للذكر، والله جعله سهلا، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. أيضا كما قلت لكم فإن المسلم لا بد وأن يعلم قدرا من اللغة، وهذا يؤكد ويوثق الصلة بين المسلمين عربا وعجبا، فإنك تفرح عندما تلتقي أخانا هذا المسلم وهو يجلس معنا الآن في المسجد، المسلم الروسي من روسيا. أول ما لاقيته ولا يعرف العربية، لكني قلت له السلام عليكم، فقال وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فهذا شعار الإسلام، وهذه تحية الإسلام، وهذا ما يجمع بين المسلمين. نعم إخوة الإيمان، ولذلك كانت أول أعمال المستعمرين المستخربين الذين أرادوا أن يضربوا العالم والعرب وأن يضربوا العالم الإسلامي أن يلغوا لغتهم. ولذلك وجدنا شعوبا عربية ضربوها في لغتها فأصبحوا يتقنون لغتهم، أي لغة المستعمر، ولا يتقن اللغة العربية. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هي إذن صلة بين المسلمين وتأكيد على هويتهم الواحدة مهما اختلفت أعراقهم أو ألوانهم. هي أيضا حفظ للتراث الإسلامي، تراث المسلمين من الشرع والأدب والعلم والفكر. فاللغة أداة العلم ومفتاح التفقه في الدين. هي لغة ثابتة باقية راسخة محفوظة بالقرآن: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون.
هي لغة واجبة التعلم في الإسلام كما قلت، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. نعم إخوة الإيمان والإسلام، إنها ما يميز المسلمين في لغته وثقافته، ولذلك جعل الله سبحانه هوية أمة الإسلام مرتبطة بلغتها ارتباطا وثيقا لا ينفك. قوام دينها الكتاب والسنة اللذان جاء باللغة العربية الشريفة. عماد دينها الصلاة التي ألفاظها عربية، والانتقال بين سجودها وركوعها لا يتم إلا بلفظ عربي. الله أكبر. دستورها القرآن الذي جاء بلسان عربي مبين. وإن العرب والمسلمين عموما لا يجدر بهم الحفاظ على هذه اللغة التي شرفها الله بأنها وعاء الفكر كما قلت، وجسر للتواصل بين المسلمين وبعضهم. ولذلك نجد حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما خاطب ملوك الدول وراسلهم أن كتب المراسلات باللغة العربية صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، بأنها اللغة التي يتحدث بها، وكان يستطيع أن يحضر مترجما ليكتب له الرسائل بلغة الأقوام، لكنه أرسل مع كل رسالة من يترجمها صلى الله على محمد لمن أرسلها إليه. ولذلك حرص الخلفاء من بعده على هذا الأمر، فجمع أبو بكر القرآن ليحفظه من تغير اللغات ودخول أقوام أخرى غير عرب إلى الإسلام. وكان من قول عمر: تعلموا العربية فإنها من أوائل ما يجب أن يتعلم. بل إن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمر بتدوين اللغة العربية كعلم، فأنشئ علم النحو في عهد الخليفة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، بأن أمر أبا الأسود الدؤلي بأن يجمع أصول العرب وقواعدهم في كتب النحو. وأبدع العرب لدرجة أن غير العرب كسيباويه وهو من العجم كان هو أمير اللغة الذي كتب كتبا في اللغة، في النحو وفي الصرف وفي علوم البلاغة من بيان وبديع ومعاني إلى غير ذلك. نعم إخوة الإيمان، إن كل ذلك في إطار قوله سبحانه: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقوله سبحانه: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. نعم إخوة الإيمان، فإذا كانت العربية أي اللغة لغة أهل الأرض، نسأل الله كما ورد في بعض الآثار، نسأل الله أن تكون لغة أهل الجنة. وردت بعض الآثار تقول أن رسولنا صلى الله عليه وسلم قال: أحبوني لحب القرآن الذي نزل بالعربية، ولأني عربي، ولأن لغة أهل الجنة لغة العرب، أي اللغة العربية لغة أهل الجنة. وردت بذلك بعض الآثار ضعفها البعض وصححها البعض، لكننا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لغة الخطاب في الجنة لغة العرب، فهي لغة نحبها نهواها، هي البحر في أحشائه الدر كامل، هي اللغة التي حفظت كتاب الله لفظا وغاية، وما ضاقت عن آي به وعظات. نعم إخوة الإيمان والإسلام، إنها هوية تسكن في الضمير، روح
تسري في مفاصل الأمة، واجب يجب الفخر به والدفع لخدمته والسعي في إحيائه في البيوت والمدارس والمجالس. نعم إخوة الإيمان، ولذلك وجب عليكم أن تبذلوا جهدكم في تعلم العربية وتعليمها لأولادكم، فخيركم من تعلم العربية. آخذ ذلك من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه، الذي قال في الحديث الذي أورده الترمذي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، والقرآن عربي، فسيكون خير الناس ذاك الذي علم القرآن وعلمه بالعربية. وما تعلم القرآن وما تعلمه ولا إحكامه وأحكامه إلا بلسان عربي كما قلت، فهو روح الأمة ولسان التاريخ ومفتاح الحضارة. عندما أرادوا هدم الخلافة الإسلامية في بداية القرن الماضي ألغوا الحروف العربية وجعلوا مكانها في لغة البلد التي كانت فيها الخلافة، جعلوا مكانها الحروف اللاتينية التي لم يكونوا يعرفونها. سبحان الله، إنهم يعرفون كيف يضربون الأمة في هويتها وفي أصولها. نعم إخوة الإيمان والإسلام، هذا مما يجب أن نتكلم عنه بقوة، لأن اللغة العربية أعطت للعرب قوة. تصوروا أن أهل أوروبا والغرب في زمن ما كانوا عندما يحضرون إلى مجالس العلم في الأندلس يجب عليهم أولا أن يتكلموا العربية، وهذا ميراث أخذه العلماء من الإمام مالك. فقد كان الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه إمام دار الهجرة، إمام المدينة، صاحب المذهب المعروف، كان لا يقبل في مجلسه ممن جاء من بلاد غير بلاد العرب إلا أن يتعلم أولا العربية ثم يجلس في مجلسه. ولذلك كان هؤلاء الأوروبيون عندما يأتون إلى جامعاتنا لا نقبل منهم إلا أن يتكلموا العربية. ولذلك قال البابا فرانسيس عندما كان بابا للكنيسة في إيطاليا في أوروبا: ما بال هؤلاء الشباب إنهم يتكلمون بلغات العرب في وسطنا، لأن ذلك كان دليلا على أن هؤلاء الشباب مثقفون وحضاريون يدخلون اللغة العربية في كلامهم، فيظهر أنه مثقف لأنه يعرف اللغة العربية. ولذلك تم إدخال اللغة العربية في كثير من العلوم لأنهم ترجموا عن العرب، وتلك كانت بضاعتنا. نسأل الله أن ترد إلينا ردا جميلا، كما أسأله سبحانه وتعالى أن نحفظ لعربيتنا قيمتها وقوميتها، فهي التي تجمعنا في هويتها، هوية الإسلام والمسلمين، وشعارهم هي اللغة العربية. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، ادعوا الله يستجب لكم. الحمد لله رب العالمين، جعل العربية لغة الدين وأنزل بها كتابه المبين، وبعث من أهلها خاتم الأنبياء والمرسلين إلى العالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، النبي العربي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد إخوة الإيمان، ها أنتم قد علمتم ما للعربية من مكان ومكانة في دينكم وهويتكم وتاريخكم وحضارتكم، فأين مكانكم من لغتكم؟ وأين أنتم وما أنتم صانعون فيها؟ لقد جعلها الله أساس البنيان، إذ قال لرسوله ولكل رسول: وما أرسلنا
من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، فدل ذلك على أن الرسالة وعاؤها اللغة، هي باب الفهم فيها والهداية، وأساس من أسس الدين والبيان. وكما قلت لكم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: تعلموا اللغة العربية فإنها من دينكم، أي من دينكم أن تتعلموا اللغة. ولذلك درج المسلمون أن يبدأوا تعليم أبنائهم أول ما يتعلمون حروف اللغة، واشتهرت بين الناس قواعد اللغة العربية في تعليم النشء والصبيان في بداية حياتهم. تعلم اللغة الأم قبل غيرها دليل على الفهم الصحيح للهوية والانتماء القوي إليها. وإني لأعجب أشد العجب، وأكرر هذا العجب في كل مرة، أنك تدخل إلى بيوت من عرب خلص فتجد أبناءهم لا يتكلمون العربية، ثم تجد لغة أهل البيت ليست العربية، مع أنه والله عربي، صاحب البيت عربي، ابن عربي، جده عربي، لكن يتحدث لغة غير لغته العربية. ليش؟ لماذا؟ لأنها من وجهة نظره لغة الثقافة والعلم والحضارة، لكنها مسوخ إخوة الإيمان، مسخ ذاك الذي ينسى هويته الأصلية وأصله وأساسه. ولذلك نهاية الكلام: الحفاظ على الهوية مسؤولية الجميع، مسؤولية الأسرة، مسؤولية المدرسة، مسؤولية الجامعة، مسؤولية المسجد، مسؤولية الإعلام، كل بحسب طاقته ودوره. نعم إخوة الإيمان والإسلام، لا بد وأن نغرس في أبنائنا حب لغة كتاب ربهم وحب لغة نبيهم صلى الله عليه وسلم. إنه دليل على اعتزازك بدينك وهويتك. إخوة الإيمان، من أهم الوسائل لغرس اللغة العربية تعليمها منذ الصغر، منذ البداية، وجعلها وسيلة في المراسلات والمخاطبات، وعقد الندوات والمؤتمرات والدورات لتعليمها، ورصد الجوائز على إتقانها ومعرفتها خطا ولغة وبيانا وكتابة. فالهوية ليست شعارا يرفع، بل هي سلوك عملي لا بد وأن ينفذ وأن يحتذى. فاللغة تحيي الأمة وبها حياة الأمة. فاتقوا الله يا عباد الله، واحرصوا على تعلم لغتكم وقيمكم، واغرسوا في أولادكم الاعتزاز بها، عظموها في نفوسهم، فهي لغة القرآن، وهي من شعائر الإسلام، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. هذا، وصلوا وسلموا على إمام المرسلين وقائد الغر المحجلين، فقد أمركم الله تعالى بذلك، فقال عز قائلا عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في كل وقت وآن وحين، كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وصل يا ربي وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين، وعلى آل بيت النبي الطاهرين، وعلى الصحابة أجمعين، وعلى زوجات النبي، ومن تبع المسلمين والصحابة أجمعين بخير تابع يا رب العالمين. أنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، واجمع كلمتهم على الخير يا رب العالمين، واكسر شوكة الظالمين، واكتب السلام والأمن لعبادك أجمعين.
كن عونا للمسلمين يا ربي، كن عونا للمسلمين المستضعفين في كل مكان، كن معهم وثبتهم واربط على قلوبهم وصبرهم واخذل عدوك وعدوهم واجعل الدائرة على أعداء الدين. احفظ أوطاننا وأعز سلطاننا وأيده بالحق وأيد به الحق يا رب العالمين. أسبغ عليه نعمتك وأيده بنور حكمتك وسدده بتوفيقك واحفظه بعين رعايتك، واجعل هذه البلاد عمانا سخاء رخاء وسائر بلاد الإسلام. احفظ الحرمين الشريفين واحفظ المسجد الأقصى وارزق الأقصى رجاله الذين يرفعون عليه راية الدين، فإنه لا يشغلنا عن المسجد الأقصى شيء. بعفوك وكرمك لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة إلا يسرتها، ولا ولدا إلا هديته، ولا بنتا إلا سترتها. بعفوك وكرمك يا رحمن يا رحيم. ارحم آباءنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلماءنا وكل من مات من أهلنا وأحبابنا والمسلمين، واختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واستغفروه يغفر لكم، وصلوا وسلموا على نبيكم وحافظوا على هويتكم ولغتكم وأقم الصلاة. الله أكبر.